وبسم الله نبتدي ثاني يوم من رمضان المبارك، إن شاء الله يا رب رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم الصحة والسلامة. وأول وجبة هي أكيد برمضان وبفطورنا هي شوربة العدس. مثل ما شفتوا لقطنا العدس إذا بيه حصواية عود أي شي غسلناه ليناه على الطباخ بعد ما سلق. هذي محضرة الطعام. طبعا أنا عندي ست البيت طلعت لها اسم جديد بكل شي فايدتني، وهنا سويت العدس وياكم بعد ما سلق وخلص. طبعا هنا أنا فاتحة التصوير بس ما لقيت يعني مسجل. خليت دهن وحمست البصل وياه، وخليت العدس اللي سويته بمحضرة الطعام خليته وياه، وخليت فلفل أسود وبهارات كركم خاشوقة شاي كل شي ما خليت. وخليت شعرية أيضا هي قبضة الإيد تقريبا مرتين أو ثلاثة. انتوا يعني لا تكثرون بالشعرية لأن تصير الشوربة مطيبة. على قد قبضة الإيد مرتين أو ثلاثة، أنا أخلي ثلاثة. وخلينا هذه نكهة الماجي أيضا، وراح أخليها هنا بعد ما قرضت ويانا أو فارت نص عليها النار. وخلونا نروح نكمل بقية فطورنا، وإن شاء الله يا ربي صيام مقبول للجميع. وما قلت لكم هنا ما سلمت عليكم، خليني أقول لكم مرحبا شلونكم، إن شاء الله تكونون بخير صحة وسلامة. ورجعت وياكم اليوم بروتين أيام رمضان، واليوم وياكم ثاني يوم رمضان المبارك. هنا بعد ما كملت ويانا شوربة راح نطفيها ونرجع نخلص بقية الفطور. طبعا احنا البارحة أول يوم ما نزلت لكم الفيديو لأن كنا معزومين وما صورت، لأن كانت يعني تعرفون عزومة وخطار وهذي فما قدرت أصور. وهنا راح نسوي وياكم اليوم كباب عروق. أنا راح أثرمه بإيدي، أنا عندي محضرة الطعام بس اليوم عجبني أسويه بإيدي بما إنه عندي وقت وساعة 2 الظهر قلت خلي أثرمه بإيدي. وهنا سوينا هذي البصل ثرمته، وثرمت أيضا البتيتة، وهنا الكرفس راح أثرمه. وخليكم ويا الفيديو إن شاء الله يا رب يعجبكم. وبعد ما غسلنا الخضروات واللحم خليته بهذه السلة، وخليت جوا الكاسة على مود ينزل المي والسوائل مالته. وهنا راح نسوي وياكم الكباب. طبعا اللحم سويته شرح مثل ما شفتوا يطلع كلش طيب، أطيب من المثروم. وعندي أيضا مثروم شوي يعني نص ربع يمكن همين أضفته وياه. وراح أخلي خشوقة شاي بيكنج باودر يخليه ينفش وشكله حلو يصير. وهنا أيضا راح أضيف ملعقة طعام معجون الطماطم. كباب ما يحتاج هواي بهارات، يعني عندي أنا بهارات جايبتها هي للكبة وأستخدمها للكباب أيضا. راح أخليه تقريبا ملعقة شاي يعني ما أخلي هواي. إذا تحبون ضيفوا فلفل أسود اللي يحب الحرورة شوي وهم يعطي نكهة طيبة. أنا طبعا الفلفل الأسود ما أستغني عنه أبد. ضفت أيضا هيجي نص خاشوقة شاي. هنا عندي هيل مطحون أيضا يعطي طعم كلش طيب. هنا خلينا الملح حسب الرغبة، يعني اللي عنده ضغط أو أمراض مزمنة تعرفون إحنا
هنا راح نخلي الطحين، ما نخلي ملح هواي إذا مثل واحد عنده ضغط أو فد شي، يعني أمراض المزمنة تعرفون هاي مالتنا، فخليت قليل من الملح. هنا بعد ما عجنا وياكم، وهنا حبايبي رجعنا نقلي الفطور مالتنا. طبعا سوينا بوتيتو والكباب هنا قاعد أقلي بيه. نحنا الشوربة خلصناها، إن شاء الله يا رب عجبتكم طريقتي وعجبكم روتيني لليوم، وإن شاء الله يا رب رمضان كريم علينا وعليكم، وصيام مقبول للجميع، ويعود علينا بالسلامة والصحة والعافية وإذا حابين أسوي لكم روتين أو أسوي لكم فيديوهات اكتبوا لي بالتعليقات شنو حابين أشارك وياكم، أو شنو حابين أسوي لكم وصفة أو أي شي أنتوا تحبونه. طبعا أنا أتمنى هذا الشي، وشكرا لكم على الفيديوهات السابقة، وخليكم ويا الفيديو إن شاء الله يا رب تستفادون تستمتعون تاخذون فكرة حلوة. ولا تنسوني إذا ما مشتركين بالقناة انزلوا اشتركوا وخلوا لي اللايك والتعليق. وخليكم ويا الفيديو كملوا للأخير. ولهنا حبايبي نكون وصلنا وياكم لنهاية الفيديو، إن شاء الله يا رب يسهمنا ويسهمكم ألف عافية، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصيامنا وصيامكم مقبول. وهنا حبايبي هيك فرشت السفرة، طبعا الأطفال صايمين قبل أكلوا، أنا قاعدة أصب لهم الشوربة والحلويات أنزلها إلهم ما أعرف شنو، فلقيتهم صايمين، ويقولكم مع ألف 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 سلامة.